تعالوا تعالوا يا صحابي نروح البحر مع بعض. تعالوا بقى هوريكم ايه احلى مناظر واحلى بحر هتروحيه لكل اللي عايزه تروح مطروح وتقضي كام يوم كويس هناك. تعالي وانا هقولك تعملي ايه. بصي، انت عايزه تروحي في الاول كده، عايزه تحجزي في شركه، احجزي في شركه تبقى هي متوليه البروجرام بتاعك كله وهي اللي هتطلعك في كل حته. عايزه انت تروحي مع نفسك بالسوبر جيت، تمام جدا، بس المهم ان انت ايه تبقي واثقه من المكان اللي انت هتاخديه هناك. حلو كده. انا هقولك على الاماكن والبحور اللي انت هتروحيها وهتبقى حلوه جدا. هنا بقى احنا كنا وصلنا وكنا رحنا اتعشينا بره عند اسمه ايه، مش عارفه، صلاح الشام دوت ولا كده، المهم ده على البحر كله في العوام. حلو جدا يا بنات. تمام كده، رحنا اتعشينا وروحنا. وتاني يوم بقى رحنا ايه، رحنا شاطئ عجيبة. عجيبة من احلى البحور يا حبايبي، جميل جدا. ورحنا واهم شاطئ بقى انت عايزه تروحيه، شاطئ ام الرخم. هو قبل ما انا واقفه كده بالظبط. ام الرخم ده شاطئ جميل جدا، الميه بتاعته صافيه قوي قوي والشاطئ هادي وجميل. هنا بقى بعد ام الرخم بتخشي على عجيبة، دي من احلى الشواطئ. حلو كده حبايبي. المهم احنا كنا حاجزين مع شركة اسمها سيدني تورز للسياحة، دي في كليوباترا. كل اللي عاوز رقمها انا هبعت له رقمه. تمام كده. انت عايزة تروحي في السوبر جيت مع نفسك، تمام. الاماكن حلوة قوي قوي يا بنات. اهم حاجه اللي انت ترتبي لنفسك حاجات اللي انت تمشي عليها عشان تعرفي تنظمي وقتك وتبقي مستفاده جدا بالرحله. ان ما تروحش عليك الرحله كده على الفاضي، لا تروحي فيها اهم الاماكن وحاجات جميله جدا. كانت جميله جدا، من احلى الرحلات اللي انا روحتها هي رحلات مطروح اللي انا بطلعها بصراحه. وبطلع مع الشركه دي بالظبط لان الناس محترمه جدا ومواعيدهم في الالتزام حلوه وكل حاجه فيها كويسه بصراحه. تمام كده حبايبي. بصوا بقى، عجيبه يعني عجيبه العجائب، من احلى الشواطئ. دي بتروحيها، احنا كنا واخدين ديت رايحينها مش تبع الشركه لان الشركه ما بتطلعش عجيبه، احنا رايحينها برايفت مع نفسنا ب 250 جنيه رايح جاي. واستنينا السواق لحد ما خلصنا الجوله بتاعتنا وخلاص استمتعنا وخدنا كفايتنا. رجعنا بقى ايه المكان التاني اللي احنا عايزين نروحوه. فحلو قوي، 250 جنيه وهتقعدي فيها 3 ساعات او ساعتين. حلو جدا يا بنات. نزلنا بقى هناك كده خالص. انتوا روحوا شوفوا الفيديوهات اللي انا منزلها على قناتي فهتستمتعوا قوي بيها واحنا الصراحه استمتعنا. فانتي بقى ايه عايزه تروحي، هتروحيها برايفت لان مفيش شركه بتطلع عجيبه بصراحه وبامانه. كل الشركات بيطلعوا الأبيض، مينا حشيشة، كليوباترا، هي كل الشركات بيطلعوا كده. انتي عايزة تروحي مع نفسك يبقى بتروحي بقى ايه اللي هي البرايفت مع نفسك. تمام كده. بصوا اللون، النقاء والصفاء والمية، الالوانات اللي هي بصي ازرق فاتح وغامق، والمية الفيروزية، حاجة طبيعية جميلة جدا جدا جدا. مهما تقعدي هناك هتبقي مش عاوزة تمشي وهتبقي مستمتعة بكل لحظة انت بتقضيها هناك. فعلا انا اليوم ده استمتعت جدا جدا انا وولادي وبقينا مروحين مبسوطين قوي. يمكن من احلى الايام اللي انا قضيتها هناك في طول الاسبوع هو اليوم دوت. هنا بقى كنا طلعنا على شاطئ الأبيض من احلى الشواطئ. هتاخدي شمسية وتقريبا 4-5 كراسي ب 100 جنيه، فدي حلوة قوي. احنا طبعا انا بقول لكم الاسعار اللي انا سالت عليها، احنا تبع الشركه احنا محاسبين كله. مروح ومجاي بيوفر لك طبعا الباصات بتوديك البحر وبترجعك، وفطار وغدا وعشاء، واللهم صل على النبي، وبيوديكي بقى ايه اللي هي السفاري والقريه. كل حاجه احنا محاسبين عليها، بس هي الحاجات دي احنا بنحاسب عليها تاني هناك. يعني اللي عايز يروح القرية بيحاسب الفرد تقريبا 100 جنيه 120، السفاري تقريبا 170 يعني كده. تمام كده حبايبي. عايزه تروحي مع نفسك، انا بقول لك الاسعار اللي انت تاخديها ايه مع نفسك وتروحي. قريه دي قريه جميله جدا ومشهوره، قريه الشلال مشهوره في مطروح، الناس كلها بتروح فيها تسهر فيها وجميله. هنا بقى دخلنا خدنا جوله في كهف الملح وبصراحة جميل جدا، من أحلى الأماكن للاسترخاء وتطليع الطاقة السلبية والعظم بقى وحاجات تانية كتيرة كتيرة قوي بتفيدك. بصراحة فادني كتير.
مش اول مره ادخله، لا انا دخلته كتير. فدخلنا بقى هنا صورنا، ودخلنا دفنت رجلي انا وبنتي، ما عملناش دفن كامل. استكفيت باللي هو دفن الرجل بس، لان رجلي كانت بتوجعني، واسترخيت كده، وبيطلع الطاقه السلبيه وتغيير بتغيير الدوره الدمويه، يعني بيعمل حاجات حلوه قوي قوي يا بنات. يا ريت كل اللي يروح هناك لازم أن يدخل كهف الملح، حلو قوي قوي وبتستفيدي منه. بصراحه انا مش هخبي عليكم، كل ما باجي ادخله بحس ان انا شفت رؤيه، والرؤيه دي بتتحقق والله، لان هو بيشغل لك قرآن لمده 45 دقيقه، وبتسترخي بقى، واللي انت بتنامي تحسي انت نمتي، وهو بقى تشوفي انت حلمتي ايه او كده. انا بحب قوي بصراحه مطروح وحاجاتها هناك حلوه. هنا بقى كنا رحنا حمامات كليوباترا، احنا كنا على الشط بتاع حمام كليوباترا، وبياخدونا جوله، هم برضو الشركه بتاخدنا جوله لحمام كليوباترا، بنتصوروا فيه وبنتفرجوا عليه، وبنقعدوا ساعه وبنرجعوا تاني. دخول حمام كليوباترا الفرد ب10 جنيه على البوابه. حلو جدا. بصوا الموج هنا كان عالي، كان عالي قوي، حتى الشواطئ المفتوحه كانت مقفوله في اليوم دوت، بس الصراحه استمتعنا جدا جدا باليوم دوت. بصوا الممشى الازاز ده حلو جدا جدا. هنا بقى كنا رحنا السفاري دي، بصوا يعني من احلى الاماكن السفاري اللي هم فتحوها السنه دي. السنه اللي فاتت كانوا فاتحينها وقفلوها، ما جينا رحنا كانت اتقفلت، ما كانتش شغاله. السنه دي مفتوحه. لو هقول لكم على، بصوا انتوا شايفين الهوا والقعده البدوي، وبيعملوا اكل بدوي اللي هو مدفون في تحت الارض دوت، ومشاريب وجميله جدا. هو الفرد هنا احنا محاسبين على 170. جميله. انت عايزه تروحي بقى مع نفسك هتدفعي تقريبا 200 بالمواصلات، لان احنا هنا بنركب البيتجي باجي، بناخد مشروب وكل حاجه. بص طلعنا هنا البيتجي باجي في الصحراء بقى، في الجبال. لا اليوم كان تحفه تحفه يا بنات والله. اتمنى لكل اللي يروح هناك يروحها، هتستمتع قوي، اكنك انت في شرم او في الغردقه، في دهب. بتطلعي، خدنا جوله كبيره قوي بالبيتجي باجي، ورجعنا بقى ايه على القريه، فضلنا قاعدين لحد ما عملوا فقرات وشو، حاجات حلوه جدا جدا. هنا بقى اليوم اللي بعد كده احنا رحنا خدنا اليخت من على المرسى. طبعا برضو هنا الشركه هي اللي موفره لنا ده كله، هي اللي ودتنا بالباص وهترجعنا بالباص تاني للشاطئ اللي احنا هنقعد بقى نكمل فيه بقيه اليوم، لان هنا كانت الساعه 9 الصبح. 9 الصبح. وبصوا الناس كتيرة ازاي. انت بتروحي تاخدي، لو انت مع نفسك مش تابعه شركة، وبتروحي تاخدي اليخت مني على المرسى، بياخد منك 70-80 جنيه الفرد، تمام كده. احنا بقى عشان مع الشركة، فمش عارفة بصراحة حاسبنا كام عشان ما اكذبش عليكم، بس انا سألت هنا قالوا لي الفرد ب70-80 جنيه. رحنا هنا خدنا اليخت ده بياخد الجولة في نص اعماق البحر، ساعتين بتفضلي فيهم جوه في نص البحر. اللي عايز ينزل يغطس اهو، اللي عايز ينزل يغطس بيغطس، اللي عايز بقى بيقعد يسمع ميوزك. جميله جدا. بتاخدي صور على اليخت بقى، تايتانيك بقى ومش عارفه ايه، وبيقعدوا يصوروا. لا كفايه ان انت تبقي في نص البحر كده مستمتعة بالأجواء والهواء النقي، حاجة تحفة فوق الخيال الصراحة. والمية تحفة تحفة تحفة. كمان ايه، اللهم صل على النبي، ما تسرحوش كده، صلوا على النبي كده ومتنسونيش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تمام كده حبايبي. اهو دي تايتانيك اهي، بيقعدوا بقى يصوروا عليها، تصوروا كتير بقى البنات وولادي نزلوا غطسوا في الميه. بصراحه كان يوم تحفه، او بيلففك على كل الشواطئ اللي هي كليوباترا، رومل، بيلف على الشواطئ كلها بيفرجك عليها، وفي الاخر بيرسي في مكان انت بقى بتنزلوا تغطسوا فيه. المكان دوت ساعه رايح جاي بيمشيكي في البحر، تمام كده حبيبتي. فكل اللي عاوز يروح بصراحة مش هيندم ولا ثانية انه راح مطروح، لان مطروح من احلى البحور. بصوا هتلاقوا ان في الساحل ميته حلوة وجميلة، بس مهما كانت والله مش هتكون زي مية مطروح. مية مطروح تحفة وجميلة، والاجواء فيها حلوة قوي قوي قوي.
وبتتمشي على الكورنيش بالليل، يعني في اماكن كتيره برضو بتتمشي فيها على الكورنيش، ومطاعم وحاجات حلوه قوي. وفي اللي هي يعني على الكورنيش كده بيبقوا فاتحين كافيهات، بتقعدي تشربي مشروب، وبيبقى فيها بقى سهرات بقى، سهرة واستعراضات وحاجات بيعملوها بمشروب واحد انت هتشربيه ب50-60 جنيه، وممكن اقل من كده. انا عشان اللي احنا طلبناه كان مانجا ب50-60 جنيه تقريبا، فقعدنا بصوا يمكن كام ساعة، 4-5 ساعات، ولو كنا عايزين نقعد اكتر كنا هنقعد، بس احنا عشان روحنا. تمام كده حبايبي. فهتلاقي كذا مكان في مطروح اللي انت تستمتعي، وفي الملاهي، في بيت الرعب. بيت الرعب ده تحفة تحفة يا بنات. كل اللي راح مطروح ودخل بيت الرعب يكتب لي كده في الكومنتات ويقول لي مين اللي راح مطروح ودخل بيت الرعب. انا دخلته السنة اللي فاتت، لا رعب رعب فعلا. حاجات جميلة قوي. الملاهي هناك كبيرة وجميلة ومش غالية، يعني استمتاع فعلا في مطروح. اي نعم احنا اسكندرانيه وكده، بس احنا هنا بلدنا انتوا عارفين محتله شويه في الايام دي، ما بتعرفيش تاخدي عيالك وتخرجي فيها. هناك برضو بيبقى زحمه، بس مهما كان مش الزحمه اللي هي الاوفر اللي زي عندنا، والاماكن محدوده. هناك البلد صغيره، هنا البلد عشان كبيره. تمام. وكفايه الميه بصراحه. فبصوا بقى استمتعوا بقى بالاجواء ديت ولون البحر وحاجات تحفه تحفه قوي يا بنات. بصوا لون الميه فاتح وازرق غامق، لا مفيش كده.